لماذا نعمل العمل على أكمل وجه؟ نعمل العمل على أكمل وجه لأنه لا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. كلنا ما نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. تعال إلى أكبر مجرم، أكبر مغني، أكبر لاعب، أكبر داشر، قل له ودك تموت على الحال هذا؟ قال لا، عسى الله يتوب علينا، إن شاء الله إن الله يتوب علينا. تعال إلينا نحن، كل واحد منا ما يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. طيب ندري متى نموت؟ ندري متى نموت؟ ما ندري متى نموت. ولذلك وجب علينا أن نكون على أحسن حال علشان إذا جاء الموت وإذا نحن مستعدين. لو كان الموت يعرف متى سوف يأتيك بنقول لك خذ راحتك يا أخي، ألعب وتمشي وسوي اللي تبغاه، وقبل الموت تعال وارجع وأحسن وتمشي. لكن المشكلة أننا لا نعرف متى سوف نموت، ولا بد أن نموت ونحن على أحسن حال، فينبغي أن نكون على أحسن حال. والله يا أخوان الأمر خطير والله. طيب متى بتموت؟ والله يمكن الآن، يمكن بعد شوي، يمكن تخرج وما ترجع، تنام وما تستيقظ. ترى يا أخوان كلمة الموت بعيدة عنا. ولذلك الآن إذا جاء واحد قالوا فلان مات، أول ما نسأل من إيش مات؟ يا أخي مات، خلاص مات، انتهى. لا يا أخي والله طيب، ما شفنا عليه، والله طيب، ما عنده مشكلة، ما هو مريض، ما هو كبير في السن، مات، انتهى. صحيح ومات، شاب ومات، كبير ومات، غني ومات، وفقير ومات، مات. حتى لاحظوا الكلمة قصيرة مرة، مات، بس 3 حروف سريعة كده. الله 60 سنة مات، 70 سنة مات، ملك مات، أمير مات، ملياردير مات، تعال. طيب على أحسن حال نحن؟ يلا يقوم واحد في محاضرة من المحاضرات، قلت هذه الكلمة، قال يا شيخ لا تخوفنا. لا والله خوفك. أن تخاف ثم تأمن خير لك من أن تأمن ثم تخاف. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله لن يبقى أحد، سنموت جميعا. الحقيقة الغائبة، الحقيقة المرة. طيب نموت على أي حال؟ لأن القضية يا أحبتي ليست القضية أننا سوف نموت، إنما القضية التي يجب أن تؤرقنا على أي حال سوف نموت، على أي حال سوف نموت. من الناس من يموت فتبدأ أفراحه، من الناس من يموت فتبدأ أفراحه، يكون أسعد يوم عنده يوم وفاته، يوم أن يسمع ذاك الصوت: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أسأل الله يسمعني وإياكم ذاك الصوت. والله تلك أسعد لحظاتك. ولذلك تجد يتبسم وهو في موته، يتبسم وهو على فراش موته، يتبسم ويفارق أولاده وأهله. نعم يتبسم لأنه قد قدم على رب كريم، يتبسم لأنه رأى عمله، يتبسم لأنه رأى مقعده من الجنة وهو لا زال في بيت أهله. فيا حي بالموت خير غائب ننتظره. لكن المصيبة كل المصيبة إذا سمع وهو لا زال في بيت أهله: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. كيف يمكن له أن يصحح الخطأ؟ كيف يمكن له أن يعوض ما فات؟ كيف يمكن له أن يصحح خطأه، أن يعوض خسارته؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. القضية ليست قضية أننا سوف نموت، لكن على أي حال سوف نموت. كلنا نريد أن نموت ونحن على أحسن حال، فأحسن اليوم، غير من حياتك. يا من أكلت أموال الناس، يا من ظلمت، يا من تعديت، يا من قصرت، يا من أنت مسرف على نفسك في الذنوب والخطايا قبل الموت. انتبه والله يا إخوان، قال أحد السلف: من أكثر من ذكر الموت رؤي ذلك في عمله. والله لو كنا على حقيقة أننا سنموت والله ما تكون هذه أعمالنا، إما أننا عندنا ضد الموت أو أننا لا نؤمن، والله المستعان. لكنها غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.